ولادنا الله يجزيكم بخير المسؤولين اللي داروا هذا القانون يجيو ويجيبوا دوره في السوق. شوف شحال الناس متضررين مساكن، راه الناس وحق الله ما تياكلوا ما تيشربوا ما لقاو ما يبيعوا السلعه هي راهي مكركره ما لقى حتى اللي يشريها. هاي ما لقاتش اللي يقول لنا السلام عليكم. هما الناس شحال مسكين هنا، كل واحد عنده هنا 4 الاولاد 5 الاولاد تيدي لهم من هذا السوق ما يسيروا. كاين هنا اللي مسكين عنده مليون ولا جوج تيبيعوا يشري براك. لا هذا بالنسبه للمطر. هما البشكيتات راه هما مساكن هما اليوم راه دايرين تما مساكن بحال المتسولين. هما اللي البشكيتات هما اللي المطر اللي عنده شي مليون ولا جوج راك. لا الله يجزيكم بخير. هذا القانون راه ضرنا وضر واحد 400 واحد هنا. شوف شحال من واحد انا بغيت يدور وتشوف السوق كي داير خاوي ما باقي تيسول فينا حتى واحد. والناس راه عندهم الولاد هنا والدوله كدعم المخاولات الضعيفه والصغيره. فين هو هذا الدعم؟ ولا حنا خرجوا لنا القوانين اللي هما تيتعارضوا مع المصير ديالنا. راه حنا تكرفسنا 49 داك اللي دارها يجي يركب عليها يجي يشوفها بعدا هي شحال كتمشي. وخلات نزاع ما بين المواطنين والسلطه ونزاع ما بين المواطنين هما اللي باع لي الموتور تيمشي تيقول لي بعتي لي الموتور كبير تكرفستي عليا. وراه هادشي خصو يكون فيه حل. الله يجزيكم بخير. حنا مع القانون ماشي حنا مخالفين للقانون. حنا مع القانون ومع الدوله وحنا مجندين وراء جلاله الملك الله ينصرو. ولكن باش يجيو ناس يديروا لنا قوانين تيضرونا حنا راه ما معاش هذاك الشيء. يديروا لنا شي حل. الله يجزيكم. قال لك الحل. دابا شوفوا لنا الاخوان، دابا هاد الشخص هذا اللي سايق هذا الموتور واللي بطبيعه الحال كتشوفوا بانه موتور كبير. هانتوما كتشوفوا راه موتور كبير. يعني كيفاش هاد السيد هذا غادي نديروا ليه حنا العقل وغادي نردوا ليه العقل؟ ها هو مدوز بيرمي ولكن داك الشيء اللي فيه اللي حمق من عند الله. ما عندكمش كيفاش ديروا ليه باش تربطوه او باش تحيدوا له دوك العقليه. انا بعدا اللي كنقول هو انه كواحد سائق موتور يعني 49 وما باغيش ندوز بيرمي ديال الموتور. يعني الا غندوز بيرمي ندوز بيرمي ديال الكار ولا ديال شي حاجه اللي غنستنفع بها ولا ديال الطوموبيل ولا ديال كونفيونس ولا باش نستنفع به. اما باش ندير بيرمي للموتور في هذا الشكل او معرض للرياح معرض لانه يتقلب بيا. انتم تشوفوا الفيديو كملوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا الحلول وباش تشوفوا جميع الاشياء اللي غادي تولي تصايق انت مع راسك موتور بدون بيرمي وانت مرتاح وما يوقف عليك لا مخزن لا والو الا تبعتي معايا الفيديو حتى الاخر. هنا غادي نخليكم تشوفوا هذا السيد هذا اللي صايق هذا الموتور كيفاش السيد عايش الحياه وما مسوقش كاع لشنو واقع او شنو داير او شنو طاري في المغرب. يعني اللي عنده اللي حمق راه حمق من عند الله. تبعوا معايا. راه ماشي من الضرورة يكون عندك موتور. شوف دابا هذا مول الكروسة كرويلة. ها انت شوف دايره فضيحة نيشان فوق الباصوايا. يعني اللي مريض ليه بيه الحمق راه مسطر غيدير الفضايح. وهنا غادي نجي ندوي معكم على دوك الناس اللي دوك الوالدين اللي كيشريو الماطر لولادهم وتيخليه تيقول له هاك سير خدم بها ولدي ولا سير هذا ولدو كيشدو وكاين اللي كيشري لي غير هكاك حيت جارو شرى لولدو موتور هو خصو يشري موتور المعانده الخاويه. تيقول له سير وانتحر سير وتفنى سير دير اللي بغيتي. وهنا كيمشي كيختار واحد الطريق اللي هي عند بالو راه خاويه وكيبدا يكابري فيها حتى كيدوز شي موتور على غفله ولا شي طوموبيل حتى هي كتقول حتى هي قالت مع راسها الطريق خاويه وكتدخل فيه بواحد 140 ولا بواحد 160. وقعت واحد الحادثه نيت البارح في طريق كازا. وهنايا كيجي واحد عنده قناه باغي يطلع سميتو وكيقول لهم كيفاش تكابريو عباد الله. نتوما كتشوفوا كيفاش تكابريو وكيمشي حتى هو كيختار طريق خاويه عند بالو خاويه. كيف ما انت عند بالك خاويه راه حتى واحد من الطوموبيل حتى هو عنده واحد الطوموبيل فيراري ولا عنده واحد الطوموبيل فولكس فاغون ولا عنده داسيا باغي يطير كيجي حتى هو تيختار تيقول طريق خاويه غنعفط ليها نجربها وتيعفط عليها ما كيشوفكش نتايا. انت كتلقى راسك ملاوح في السماء بواحد 70 متر ولا 60 متر في السماء انت ملاوح وما عندوش الجرام ديال المشكل. هنا ردوا البال لوليداتكم والناس اللي كيديروا هاد الاشهارات في القنوات ديالكم. قول له سير الغابه كيما انت كتوري واحد النوع انه يدير واحد الحلاوه ويعيش واحد لو شوا ديال انه يكابري ويحس براسو تيكابري حتى هو ويدير دوك
كما تنقولوا حنا في الكره الفريستايل، يمشي للغابه خويا، والغابه يختار واحد الوقيته اللي تكون خاويه، ما يكونوش الناس مخرجين وليداتهم تكون خاويه، ويطلع حتى هو للغابه. سير اخويا تما وكابري ليا ودير اللي بغيتي تما وعيش الحياه وجي منفس وجي لدارك. اما الطريق ناسيونال وحتى لوطوروت مخصصه لواحد النوع، وحتى في لوطوروت الاخوان رد بالك، راه غنوريك في هذا الفيديو في الاخر شي حوايج غتولي غادي وانت راه باز لي واحد شاد كيدون وجوج روايد وغادي وتيق فيهم. انا بعدا كواحد من الناس اللي كيسوق الموتور راه ما كنتيقش فيه، اقسم بالله ما كنتيق فيه، وبهذا الشيء اللي غنوريك راه ما تبقاش تيق في الموتور. وها نتوما شوفوا دابا حتى من البراجات اللي ولاو في الطرقان بزاف ما مساعدينش السيركيلاسيون، حنا داخلين عن الصيف، راكم عارفين الصيف كلشي غيبغي يسافر، يعني حتى الامن ما غاديش نساعدوه على انه يدير العمل ديالو بسلاسه بواحد الجديه وبواحد الاحترافيه، فغادي تولي العشوائيه. شوفوا دابا الزحام، شوفوا الموتور كيفاش واحد الوقيته بغا يحبسوا، ومنين شافوا تاق فيه انه كيبان ليه ومشكورين على هذه القضيه الناس ديال الامن. راه كيشوفك انت واش انسان داخل سوق راسك ولا فيك الطيران كما كتشاهدوا هنايا. فالله يجازيكم بخير، كونوا معنا على الخط. شوفوا دابا دخلنا في طريق عكراش، وراه كلشي غيكون تيعرف شنو هي طريق عكراش اللي كدير العين عوده، وهذه دابا داير مع اصدقاء ديالو. شوفوا دابا ولاو كينظموا جماعات عبر الفيسبوك وكيمشيو ولا في الانستغرام والواتساب وتيديروا جماعات وكيمشيو لواحد البلايص اللي خطيره جدا باش يديروا فيها الكابراج وباش ينقزوا فيها ويمشوا فيها في الانتردي. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو، لاحظوا معايا. دونك نتحركوا من هنايا. واه بلاتي اصاحبي عندك وا صاحبي ما تتشوفش اصاحبي. واجي بعدا نهضروا معاك، اجي اصاحبي. واو شوفوا دابا هذا راه كيشجع على الانتردي، هو دابا غادي انتردي. هاي دابا الطريق ديال العوده اللي فين حاشاكم فين تيلوحوا الزبل، هو دابا طالع انتردي والاخر جاي في طريقه وهذا جاي انتردي. وهانتوما شوفوا، لا حول ولا قوه الا بالله. هادو هما اللي خسروا لينا بيع وشريه، وخسروا لينا هاد النوع من المطر اللي هو 49 ولا 110 ولا هادو هما اللي خرجوا علينا. هما هادو. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الحلول في الاخر وتفرجوا وتستمتعوا، وانت كتفرج باش ما يبقاش فيك الحال. راه كنعطيك البروف، راه عندهم الحق يديروا هذا الشيء، اشد من هذا الشيء، خصهم يديروا اكثر من هذه الحمله الاخوان. شاهدوا معايا. بلاتي ها هي بات لي وسط الطريق عندك. ها انت خدر لي عويناتك. شوفوا هذا دابا الخطر اللي شكل على راسو، الرموك طالع من التحت، هو غيكابري وداك الرموك جاي في اليمين ديالو، وهذا تيكابري انتيردي. واحد الوقيته غادي يهرب له الموتور من يديه وغادي يطيح ليه الموتور، يعني ما يبقاش متحكم في الموتور وغيمشي يجي الرموك. تخيلوا معايا داك الرموك اللي طالع من الطلعه لو كان ما فراناش. شوفوا هذه اللحظه هذه، شوفوا الرموك كيفاش داز من حداه. شوف ارى لي دابا الحلول باش تولي تمشي بموتور بحال هكا اللي عزيز عليك وشاري بفلوس الحلال ماشي فلوس الحرام. تمشي وتخدم على راسك وتكون راجل وتحيد دوك البساله ديال الطيران وديال الالعاب البهلوانيه، وتوصل حدا البوليس بحال هكا وتوقف يشوفوا لك الوريقات ديالك مريقلين ناضيين. وانا غادي نزيدكم بعض النصائح في هذا الفيديو باش الامن الوطني مشكورين ما يلقاوش لك منين يدوزوا لك. نعطيكم بزاف ديال الحوايج باش صافي تسدوا علينا هذا الملف ديال 49. الله يجازيكم بخير. انا كنخاطب في هذا الفيديو الناس اللي باغا تخدم على راسها والناس اللي باغا تاهل نفسها وتولي حتى هي كتدخل مصيري بهذاك الموتور، واللي مولوع بالسفر حتى هو يسافر وهو مرتاح. ماشي دابا سايق الموتور كتحس براسك بحال شفار، ما كاينش دابا شي واحد يقول لي لا، كتحس براسك غادي سايق الموتور بحال سارقو بحال شفار، كتحس براسك ما مرتاحش غادي. وكاين دابا اللي مسكين باغي يخرج يدي مرتو وخايف، كتقول له يديني غير هنا كيقول لها لا راه يشدوني ومرعود وخايف بسبب هذوك اللي وريتكم في الاول ديال الفيديو. وهنا غادي نعطيكم الحلول باش توصل عند الامن او الجدارميه، توصل وانت مرتاح، تعطي وريقاتك، يشوفوا لك ماكينتك، يقلبوا لك البليكه ديالك يلقاوها مسوحه ناضيه النوامر باينين، يلقاو الكاريناج مزيان، يلقاو الماكينه مزيانه، كلشي هو هذاك. خليكم مع الفيديو. وهنا غادي نقول لك الله يجعل البركه. دابا حاليا راه انا معاكم، حتى انا ما موافقش على ان 49 ماكينه فيها سيلندر 70 اللي هو قانوني، 70 هو القانوني، وجاره لك
يعني كاريناج فيه 130 كيلو، زائد انت نديرو فيك انت غير واحد 50 كيلو ولا واحد 70 80 كيلو، زائد المدام ديالك فيها واحد 80 90، الموتور ولا هاز 400. كيفاش غيدير ليها 49؟ هذه خاص حلول من السلطات، وانهم يلقاو بعدا على الاقل هاد 70 بعدا اللي يلقاو لينا دابا بيستون ديال 70، يعني السيلندر ديال 70. الله يجعل البركه. واخا هو ما كيجريش ما كيفوتش السرعه اللي كتشوفوا دابا قدامكم في هذا الفيديو، ولكن كافي وقادر الغرض. واخا في العقبه ديال 70 كيولي غادي غير 30 35 غتمرض، يعني لا كنتي في شي عقبه في شي خلا وتبعوك الشفاره يشدوك. هنا الناس اللي كتثق في الموتور، ها انت شنو طرا لهاد السيد؟ هو غادي وهذا عنده موتور كبير وبيرمي وفلوطور، شنو طرا ليه؟ What's up? Ay. وهنا انا كنطالب بشي جمعيه، يعني نشئوا شي جمعيه دوك الباعه ديال الماطر، لا المستعمله ولا الجديده، ويدافعوا علينا. لانه هذا الموتور اللي كتشوفوا دابا، هذه الماكينه اللي كتشوفوا او السيلندر القانوني هو 70 اللي دابا راه واقفين عليه، يعني قريب يتفقوا عليه جميعا. وهذاك الصغير اللي كيدخل في الشينوا دابا راه غير 35، راه ما كيجرش. ماطر اللي ديجا هما اليوم صايبوهم عند لا فيزيت وعطاوهم بلاكا صغيره. كان انا لا فيزيت في الاول انا واحد منهم ما تعطينيش وتقول لي لا هذا راه 110 راه بلاكا كبيره. كان عليها في الاول، يعني هذا الشيء ما يكونش غير ضد المواطن، خص حتى القانون يكون مع المواطن. انا واحد منهم شريت موتور من لا ميزون، ملي مشيت درت له بلاكا قلت له واش بلاكا كبيره ولا صغيره؟ قال لي لا راه بلاكا صغيره. ارتحيت قلت الله اكبر. وهنا نتوما كتشوفوا البيستون اللي الحقيقي هو 70. شي دابا منين لاح فيه بيستون ديال 35 ها هو طاح الارض. هاد ال 35 هو اللي كانوا باغيين يديروه يعني في سيكوند. كانوا باغيين يديروا هاد السيلندر اللي كتشوفوا دابا التقبه ديالو الصغير ديال الشينوا، ولكن السيلندر الاصل اللي كان معتمد في المغرب هو 70. هو هذا اللي كتشوفوا دابا ديال السونتروا، هو هذا. دابا رجعوا دابا داروا انه اتفقوا على انه 70. الله يجعل البركه. في العقبه كيمشي 35 العذاب الاسود، ولكن فلوطا كيعطيك واحد 70. الا كنتي بوحدك، كنتي انت والمدام ولا شي واحد ثقيل، راه غيمشي ب 50 60 56. الله يجعل البركه. هذا هو اللي نقضيو به دابا. لا ريتما تكون شي جمعيه اللي تدافع علينا اصحاب الماطر. كملوا معايا الفيديو. طيب مكتوبه 49 سنتيمتر، 110 ولا 107 ولا 124 وانت عندك 49. فوالا اذا انت دابا ما عليا دابا وحل ودنيك. دوك صحاب بريباراسيون ديال اش المزوق من برا اخبارك من الداخل، مزوق ب 49 والداخل داير فيه 150، راك غادي تحصل لان البوليس ولاو تيعرفوا يقلبوا داكشي. دير اخويا 70 ديالك، ودير الكاسك كبير في راسك وكاسك اخر كبير قدامك، وشري طفايه ديال العافيه، راه حتى هي غادي يوليو يهضروا عليها. انا واخا باقي ما واصلاش هاد الاخبار، ولكن حتى هي غيوليو يهضروا عليها. دير عليك الجيري بحال دابا اللي كان جالس معاك اللور، الجيري صفر اللي كيعكس الضوء. دير اخويا الضواو اللي فيهم الزراق ولا دوك اللي تيبداو يسينيو وحيدهم. دير بولات عاديين، خلي داكشي كما هو وقضي. والغرض دابا اللي بغا يخدم على راسو حتى يلقاو لنا الحل. دابا راه ان شاء الله راه كاين واحد الحل قريب ان شاء الله. من بين هاد الحلول اللي بغينا ان شاء الله هو الله يجازيكم بخير، بيستون يكون فيه 49 و70 كما اتفقوا السكالسيه كاملين حتى ديالهم هما، على ان 70 هو القانوني. غنقضيو به الغرض دابا وغنغمضوا عينينا. ولكن انا كنبغيت واحد الحمله اعلانيه في التلفازه كيف ما النهار الاول درتو دوك الحملات دير البلاكا. وراه الا ما درتيش البلاكا دابا ديروا حمله اعلانيه وقولوا لهم ها هو النوع ديال السيلندر اللي خاصكم دير، نوع المحرك اللي خاصك دير، اللي غادي تشري الموتور دابا. راه حتى التجار راه وقفوا مابقاوش كيبيعوا داك الماطر دابا، والحركه وقفات عندهم. وحتى الناس دابا مخلوعين عندهم ماطر وسادين عليهم في الديور باش يلقاو باش كيتسناو الحل. كاين اللي مسكين كيمشي للخدمه، كاين اللي راه خص حلول جذريه. الحل هو الاعلام. وانتم كتشوفوا دابا بينيو بلاطو، الحل هو الاعلام. خصو يقول لعباد الله ها المحرك اللي خاصكم ديروا. وكنتمناو توقفوا على 110، لان 110 الناس ديال الشمال وديال طنجه كيفاش مسكين غادي يدير يطلع مع بوعنان
كي غادي يطلعوا الناس اللي ساكنين في بوعنان واللي ساكنين في واد القنار في اقشور، كي غيدير مسكين يمشي يتسخر ويطلع، كي غيدير هادشي كامل، كي غيدير دابا دخلنا عليكم بالله. المهم انا جبت لكم واحد الحلول ترقيعيه باش ديك 70 تزيد على البلاطو شويه، يلاه تولي تمشى بك في العقبه شويه، تجر ليك 40. ها نتوما كدير اخويا البلاطو صغير والبينيو كبير. علاش؟ كاين اللي كيقول لك لا ندير البينيو هذا مثلا بحال البيكالا دابا الدوران ديالها ملي كتبغي تحول الثقيل شنو تيوقع عندك؟ اللي كيوقع هو انه في البيداره كتبغي دير الثقيل في البيكالا كيطلع لك البلاطو الكبير وكيهبط في الرويضه الصغير. كذلك في الموتور العكس، كدير بينيو كبير واللي في البلاطو صغير، بينيو كبير واللي في البلاطو صغير. مثلا النمره اللي غتكون في البينيو تكون كبيره 17 وفي البلاطو تكون النمره صغيره كاع، يعني الاصغر وحده في البلاطو خصها تكون. هنا كيجي واحد التوازن زويون في الموتور كما كتشوفوا، وكدور ديك السنيسله مقاده مع ديك سميتو الدوران ديال الرويضه ديال المحرك اللي في البينيو كيولي يدور معاها، تتولي تزيد واحد شويه على الاقل في الديبار، على الاقل في العقبه. مثلا كيكون شي لومبوتياج وكتكون انت في العقبه في الشمال ولا في شي بلاصه معقبه وكتبغي تخلف انت والصديق اللي راكب موراك ولا المدام، كتبغي دير البروميير على الاقل كتقعد لك من تمايا على الاقل. وهنا واحد الان المساله اخرى بغيت نوضحها لكم الاخوان، هو انه كاين بعض الناس ديال الامن وديال الجدارميه راه ما فيه ما يقلب لك الماكينه. اسيدي راني مبدل هذاك السيلندر ومبدلت الكلاس ورديته 49 قانوني. علاش؟ هادي تصور لي الشاسي، كيمشي كيصور لك النمره ديال الشاسي اللي كاينه تحت من البيكي، وملي كيلقى فيها 152 100 وهذا هو كيهضر معاك على الكادر اللي اصلا ما بقاش جارو داك الحصان اللي كان فيه، بدلنا ليه الحصان ولا حمار حاشاكم، ونبقاو حنا كنصوروا في سميتو لا غيطلع الفوريان. ما يمكنش يطلع الفوريان. وانا ماشي الغرض ديالي، الغرض ديال لا فيزيت تكنيك النهار الاول اللي قلتوا لنا سيروا ديروا البلاكه، هزينا ماطرنا ديناهم سولناهم قال لك لا ما عندك من الشخاف، هذا راه موتور صغير بلاكه صغيره. علاش؟ انا عندي في الكاريناج 152 وبدلت السيلندر وترجع كتحاسبني على الكاريناج. قلب اسيدي السيلندر. هنا رساله للحموشي والناس ديال الامن وهذا على انهم يديروا تكوين الشرطه في هذا المجال، باش الا بغى يقلب السيلندر يلقى سميتو في انتظار انها ترجع 110، لان 110 هي الماكينه اللي صالحه الطرقات في المغرب، وخصوصا المناطق الشماليه الجبليه خنيفره وداك الشيء. الناس كيغيديروا يطلعوا بهذاك الموتور هو ومرتو، كيغيدير يهز مرتو من بلاصه نائيه ويديها للسبيطار، كيغيدير ولدو مثلا عضاتو عقرب وغيمشي كيجري به بالموتور كي يدير. هنا خصني نسالكم على هذه المساله هذه، وحنا كمواطنين صراحه كنطرحوا السؤال في هذه الناحيه. حاجه اخرى الله يجازيكم بخير، وحنا كنتظروا هذا الموعد ان شاء الله اللي غنسمعوا فيه خبر ديال انها غترجع 110، ولكن اللي غادي يسوقها هو اللي غتكون العمر ديالو لا يقل عن 26 سنه او 24 سنه. فالقاصرين المراهقين ما صالحين في السوقان، مع كامل احتراماتي الدراري اللي منوعين بالمواطر. يعني راه واخا يدوز بيرمي وعنده عقلو صغير، راه هذاك الشيء اللي غتشوف في الطريق هو اللي داروا في الفيديو في الاول. وهنا غادي يوليو الناس اللي كيسوقوا الماطر كيسوقوهم غير الناس اللي كبار بعقلهم محترمين. وما كرهناش اسيدي الناس اللي عندهم فوبيا من البيرمي، علىهم يدار واحد لوطرونتيان، يعني واحد التكوين يكونوا فيه الدراري ويشوفوا ويوريوهم هذه ديالاش ودي، على الاقل يوريك غير ستوب هنا، هذه الطريق خاصه بك انت، هذه البلاكه ممنوع عليك انت تدوز من هنايا، هذه لانتي هذه بلاكه سميتها انتيردي ممنوع تدوز فيها. ها انت ولدي الا كانت الرومبوا حق الاسبقيه لمن، الا كنتي في اتجاه لمن الاسبقيه واش اليمين ولا اليسار، منين تبغي تمشيها شحال. البلاكه راه دابا ولا كيشد عليها داك الرادار، حتى الموتور ولا كيشدك عليه الرادار، يعني باش يولي كلشي قانوني. غادي حنا من اجل انك غادي خارج داك الموتور غادي خدام
غادي باش توصل تجيب الدواء من الفارماسيان بالليل، غادي باش تجيب شي حاجه اللي هي خاصك الدار، ماشي غادي باش دير بيه المشاكل والصداع والشفره والكريساج. كيف ما قلت لكم في الاول الفيديو، راه اللي غيكريسي واللي حمق حمق من عند الله. غير حنا كناشدوا السلطات باش يراعيو الناس اللي عايشين في هذا الوطن، اللي هما ناس نزهاء وناس دراوش بحالنا، بحال الناس اللي كيمشيو يخدموا على وليداتهم. ومنهم انا كنستعلم داك الموطور وكنمشي نسترزق به الله، او كنقضي به اغراض ديالي. بحال واحد المره كنعقل الدري عندي تجيف ليا بالليل مع 4 الليل، عنده الحساسيه، هزيتو في الموطور عتقتو وديتو للسويسي. لو كان ما كانش داك الموطور كي غادي ندير؟ ما كاين لا طاكسي لا والو كنقول لكم. وهزيتو في داك الموطور وعتقتو وديتو وتم بعدا داروا ليه الاكسجين وعتقناه. فكون ما كانش الموطور كيفاش يدير هذا الولد؟ كيفاش غيدير داك الولد مسكين اذا 4 عقرب والسبيطار بعيد عليه بواحد 15 كيلومتر، وبا عنده داك الموطور وخايف ليه يخرجوا ليه يديو عليه البوليس في الباراج؟ فالله يجازيكم بخير، مشكورين على هذه الحمله اللي درتو. راه شويه بعدا قلالو دوك صحاب الشفره وهادي، ولكن راه رجعات دابا واحد الدائره ديال الكريساج عاوتاني، حيت خرجوا بعد العفو الملكي، خرجوا شي ناس، راه عاوتاني رجعات ديك الحاله الهستيريه ديالهم والجنونيه ديال الكريساج في هذا. فكنتمناو من الله عز وجل انكم تلقاو لنا الحل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.